قالوا ناس زمان اللي حب الهراج يكثر نساو الجاج. حاجتكم ما جيتكم على ليلة بدرة آخر أميرات وهران. قصتها أشبه بقصة السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان، لكن للأسف التاريخ ما نصفهاش وما عطاهاش حقها. في زمن بكري وفي العهد العثماني بالذات، وين كان يحكم البي حسن بيلك الغرب، وقع اختياره على الأميرة الحسناء ليلة بدرة للزواج، بنت البي السابق الملقب بوكابوس، نظرا لأنه كان يحمل معه دايما كابوس في حزامه. دار لها عرس بالطبع والشان، وعمت الاحتفالات في وهران 7 أيام و7 ليالي. سكنت ليلة بدرة مع زوجها البي حسن في قصر البرج الأحمر اللي كان مركز إقامة ممثلي الباب العالي. يقولوا باللي عندها مشية الغزالة، كانت تعززها باللباس الفخم من القطيفة والحرير والقفطان المطرز بالذهب، وما كانتش تحكم مكان. نساء المدينة دايما يراقبوها كي تخرج من جناحها وتخرج عبر الممرات السرية بها تروح لضريح سيدي الهواري ولا تهبط للمرسى. وأحيانا كانت تتنكر في زي رجل وتغطي روحها بالبرنوس وترفد زوج كوابس في حزامها كي باباها البي بوكابوس، وتدور في الأسواق والقرى تشوف وتتفقد أحوال الرعية. ليلة بدرة ما كانتش مرة متساهلة، كانت دايما تحط في خصرها خنجر محني مخدوم بالذهب ومنحوت بدقة. يقولوا باللي مرة زوجها شرى جارية جورجية، ولما سمعت باللي راه داير الخلوة صدمت عليه لجناحه وطعنتها وهي على فراش الزوجية. وشخصيتها القوية والقيادية اللي ورثتها على باباها خلات زوجها البي يهابها ويعطيها استقلالها التام، في الوقت اللي كانت المرأة مجرد تابعة ومحرومة من بزاف حقوق، لدرجة أنه سمح لها تقود الجيش في الحروب وتقاتل وتصد الغزاة، وتدخلت في السياسة وإن كانت تحل النزاعات والتمردات، وعرفت بالسخاء وطيبة القلب لأنها قدمت الكثير للفقراء المنطقة وحتى الأغنياءها، مثل الهدايا اللي كانت تبعثهم الحريم الديحوسين بدار السلطان، وحتى القياد كانت دير لهم ضرائب للقندورة اللي يلبسوها بها توزعهم على المحتاجين. وفي المقابل زوجها البي حسن ما كانتش عنده نفس السمعة الحسنة، لأن شخصيته كانت أنانية ومتسلطة عليها، كانوا يكرهوه السكان، وقراراته كلها عشوائية. وآخر شيء سلم مفاتيح مدينة وهران للفرنسيين. هنا اضطرت ليلة بدرة باش تهرب هي وعائلتها للإسكندرية في السفينة، وانقطعت أخبارها نهائيا. لكن ولمدة قرن من الزمن عرفت وهران تقليد عرفي يتمثل في تسمية البنت البكر بدرة، تكريما لروح هذه السيدة السخية اللي دارت فيهم الخير، اللي رغم أنه ربي مرزقهاش الذرية إلا أنها تكفلت باليتامى ورجعت أم للجميع. وحكاية تجيب حكاية حتى لحقنا للنهاية. والآن قولوا لي في التعليقات، كنتوا تعرفوا حكاية ليلة بدرة من قبل ولا لا؟ جيت